تقول تصلني يا شيخ رسائل على جوالي، هذه الأخت ليلى منقوش أو كذا، تقول يا شيخ أن تصلني رسائل على جوالي قسما بالله سأرسل كلمة الله أكبر ل20 شخص وما تنسى أنك حلفت. طيب يا جماعة أنا هذا الكلام يعني لي توجيه حول بعض الرسائل التي ترسل، هي تنقسم إلى قسمين. القسم الأول يقول من قال لا حول ولا قوة إلا بالله كان له مدري إيش كذا كذا، أرسلها ل10 أشخاص وسوف تسمع خبرا، بعدين يكتب تحت مجربة والله. وهذا الكلام أول شيء هو تألي على الله سبحانه وتعالى وادعاء لعلم الغيب، فإنك خبرا يسره أو خبرا يضره، أنت ما تدري عن هذا، فلا يجوز أنك تجزم أنك سيأتيك خبر يسرك، أنت مشعوذ، أنت كاهن، هذا لا يجوز أن تجزم بهذا. الأمر الثاني لا يجوز أن تجزم أن من قال الذكر الفلاني كان له الفضل الفلاني، فيقال من قال كذا وكذا أو أصلح الله أولاده. طيب عندك دليل على هذا الكلام؟ قل إنما أنذركم بالوحي، وهي الوحي الكتاب والسنة، فلا يجوز للإنسان أن يأتي من عنده يعني بفضائل حتى لو كانت نيته صالحة. الأمر الثالث الذي يرسل بهذه الطريقة ويقول مثلا سبحان الله وبحمده أرسلها ل10، أقسم بالله أني أرسلها ل10، ولا يجوز لك أن تلزم الناس بهذا، بل هو أكل لأموال الناس بالباطل، لأنك بذلك تأمره أن ينفق من ماله